السلام عليكم. النهاردة النهاية رقم 5 من كتاب النهايات. أولا احنا اتعلمنا في النهايات ان لازم الملك يكون متقدم على البيدق، وكمان لازم نكسب المقابلة بحيث ان انا اجبر خصمي انه يتحرك عكس مكاني، وده احنا عرفناه في النهايات اللي فاتت. وكمان في البيدق اللي بيكون على حافة البورد ده بيكون صعب انه يترقى في وجود ملك الخصم في مكان الترقية. طيب احنا دلوقتي في النهاية رقم 5، عندنا الملك متقدم اصلا على البيدق زي الموقف ده كده. الملك الاسود هنا متقدم فعلا على البيدق، ولكن البيدق ده على حافة البورد. السؤال هنا، لو الدور دلوقتي على الابيض زي ما هو موضح كده في الشكل، هل البيدق هيرقي ولا لا؟ طب لو الدور على الاسود، هل البيدق هيرقي ولا لا؟ طيب تعال نشوف الكلام ده على البورد. دلوقتي الدور على الابيض، وتعال نجرب الابيض ليه كام احتمال علشان يوصل لمربع الترقية اللي هو ده. فانا دلوقتي عايز اوصل بالملك بتاعي ان انا اكون قريب من مكان الترقية. دلوقتي الاحتمال الابيض انه يتحرك في المربع ده عشان يوصل لمربع الترقية. فلو حصل ان الملك الاسود عايز يرقي، ده احتمال ان هو يلعب البيدق او يلعب الملك، على حسب. ممكن يلعب البيدق. الملك الابيض قدامه طبعا انه يوصل لمربع الترقية، وكده استحالة خلاص البيدق انه يرقي حتى لو لعب خلاص، وكده الموضوع تعادل. طب لو قلت لي ان البيدق خلاص مش هحركه، انا هحرك الملك واوقفه هنا يسبق البيدق ويبقى قريب كمان من مربع الترقية، ولكن هنا الملك خلاص عايز تنزل تحت ماشي، عايز تطلع فوق تعال نجرب كده نطلع فوق. عنده ان نلعب بالبيدق خلاص هيتاكل، عنده نتحرك بالملك عادي، فكده خلاص الموضوع تعادل برضو. طيب لو الملك انا خلاص لعبته هنا والملك الاسود خلاص طلع لفوق برضو عادي مفيش مشكلة، انا هقرب من مربع الترقية وهقف برضو مكاني ومش هرقي برضو في الحالة دي. كده الموضوع برضو تعادل. احنا جربنا الدور على الابيض، تعال نجرب دلوقتي لو الدور على الاسود. الملك الاسود هيحاول انه يقرب من مربع الترقية، فلو اتحرك هنا احنا منعنا الملك الابيض انه خلاص يقرب من مربع الترقية. دلوقتي البيدق الاسود بقى طريقه سالك، الملك الابيض يتحرك في اي مكان هو عايزه. اتحرك هنا مثلا خلاص البيدق هيتحرك، الملك الابيض يتحرك، طريقه سالك جدا. ودلوقتي الفوز للاسود، دي في حالة ان الاسود عليه الدور، لان الكي سكوير بتاعتنا هي المربعات دي، وان احنا نمنع الملك الابيض انه يوصل لمربع الترقية، دي حاجة مهمة جدا. اذا الخلاصة في النهاية رقم 5 ان لو عندك بيدق على حافة البورد والملك بتاعك سابق البيدق، لازم الملك يكون عند مربع الترقية او على الاقل يكون يحمي المربعات بتاعة الترقية، وان البيدق يكون طريقه سالك. طبعا احنا شفنا فرق ما بين الملك الابيض انه يبدأ الاول او الملك الاسود انه يبدأ الاول. وكده يبقى خلصنا النهاية رقم 5، ونتقابل في نهاية جديدة ان شاء الله، وفي امان الله. مع السلامة.